سلام الله عليكم متابعي الكرام. أحداث كثيرة وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن دعوني أقول لكم أن الصراعات الدبلوماسية مستحيل تخرج منها ديما ربح، حيث حتى الجزائر عندها أوراق ديالها كتلعبهم، ولهذا الشيء السيناريو الخسارة دائما قائم. خسارة منصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية، واش كان غيفيدنا لو ربحناه؟ نعم، وبزاف كاع، حيث كنا غنحرموا الجزائر من منصب مهم وغنقدروا نضغطوا من خلاله أكثر باتجاه طرد جبهة البوليساريو الانفصالية، وأيضا التواجد بمقعد راه أفضل منطقيا من عدمه. لكن حاليا بعد الخسارة واش غيأثر علينا فوز الجزائر به؟ صراحة كان هادشي يقدر يكون لو أن الحائز على منصب الرئيس ماشي هي دولة جيبوتي الصديقة للمملكة المغربية. الجزائر مؤخرا كل حلفائها بين سقوط وتراجع، سقوط نظام بشار وحزب الله وتراجع إيراني مهول. صعود ترامب أيضا غيكون عنده تداعيات كبيرة عليها، والأكثر من ذلك خسارة الغطاء الفرنسي في قضية الصحراء، وذلك من بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. لهذا السبب أكبر آمال متبقي للجارة الشرقية هو البيت الإفريقي، حيث لو فقدته فإن مستقبل جبهة البوليساريو الانفصالية غيصبح في خبر كان. هذا الشيء بلا ما ننساو أن رئيس دولة حل بنفسه في أديس أبابا، وكان باين بأن الجزائر نازلة بكل ثقلها من أجل الفوز بهذا المنصب. راه زاروا أكثر من 30 دولة منذ بداية هذه السنة باش يضمنوا الفوز بهذا المنصب فقط مشاهدينا الكرام، ولكن خلال القمة تحركوا بين عدة فنادق وإقامات، كل هذا للفوز بهذا المنصب وخلق قصة إعلامية عملاقة بأنهم انتصروا على المغرب. على العموم تظل الخسارة واردة، وتظل الخسارة خسارة كذلك، تحد ما ينكرها، لكن في آخر السنوات حققنا العديد من الانتصارات الدبلوماسية عليهم، والخسارة اليوم بكل هذه الظروف وبغياب 6 دول صديقة على التصويت ما يمكنش نعتبرها هزيمة قاسية بل متوقعة. ولا ننسوا أن رئيس المفوضية هو جيبوتي الحليفة للمغرب، لهذا الجزائر لن تستطيع تمرير أي شيء ضد المغرب، وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. ولكن صراحة ومن خلال قراءتي لعدة تعاليق وعدة مقالات يمكن أن يتبادر للذهن أو تبادر لذهني بأي منطق يعتبر بعض المغاربة أن خسارة منصب واحد من المعارك الدبلوماسية فقط هي نهاية صراع طالت لسنين طويلة. الجزائر قبل التصويت بأيام أعلنت تشطيب ديون جديدة بقيمة أزيد من $1,000,000,000 على دول إفريقية. في الفيديو وقد شاهدت فيديو في قناة الشروق الجزائرية يتكلم عن ذلك ويعتبرها مساعدات. بعد خسارة المنصب يجب أن نتوقف عندها وتكون فرصة لتصحيح المسار، لكن يجب تبخيص الدبلوماسية المغربية التي حققت العديد من الانتصارات في السنين الأخيرة. أليس بفضل هذه الدبلوماسية العديد من البلدان سحبت اعترافها بالمرتزقة واعترفت بمغربية الصحراء؟ لقد عدنا للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 على ما أعتقد، نعم 2017، ومع ذلك حققنا الكثير، بينما الجزائر هناك منذ عقود واستغلت غياب المغرب منذ سنة 1984، أي 33 سنة. تحتاج التشطيب على الديون والرشاوي وحضور رئيسها بنفسه وجولات إفريقية لأزيد من 30 دولة إفريقية، وأيضا غياب 6 دول صديقة للمغرب عن التصويت فقط لتفوز بهذا المنصب. الخسارة خسارة كما قلت، ولكن ما نبخسوش عمل الدبلوماسية المغربية ونعطوها حقها. هذا وفي خبر سينزل كصاعقة على النظام العسكري الجزائري. جدد وزير الخارجية دولة جيبوتي الصديقة للمغرب، والتي كانت قد افتتحت قنصلية لها بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، جدد دعم بلاده الكامل لمغربية الصحراء. تدين بالذكر
أن وزير الخارجية جيبوتي هو الفائز برئيس أو بمنصب مفوضية الاتحاد الإفريقي، بينما الجزائر نالت نائب رئيس هذه المفوضية. ولتعلموا مشاهدي الكرام الدعم الذي يقدمه أو تقدمه دولة جيبوتي للمغرب، والذي عبر عنه وزير خارجية دولة جيبوتي خلال زيارته للمغرب، والذي أكد فيه دعم بلاده الكامل لمغربية الصحراء ومساندته للمغرب داخل قبة الاتحاد الإفريقي. وهنا مشاهدينا الكرام أترككم مع هذا الفيديو. جئت إلى الرباط، أرض الرباط، لتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي إلى جلالة الملك محمد السادس حفظهم الله ورعاهما. على المستوى الشخصي ولا يمكن أن أفوتها، لابد أن أتحدث عن ترشيحي وأنا في الرباط. وعلى المستوى الشخصي أنا مرشح من قبل بلدي لتولي منصب رئيس المفوضية للاتحاد الإفريقي خلافة للرئيس محمد موسى فاكي الذي تنتهي ولايته في شهر فبراير القادم. جئت أيضا ألتمس دعم المملكة المغربية لترشيحي.